غدا بإذن الله كاين اجتماع البرلمان الإفريقي في جنوب إفريقيا، اللي هي دولة من أقوى يعني أقوى دولة في إفريقيا، أغنى وأقوى دولة في إفريقيا اللي هي جنوب إفريقيا. اجتماع غدا بإذن الله في جنوب إفريقيا، نظن في جوهانسبورغ ولا وين يديروه، المهم في مقر الاتحاد الإفريقي، مقر البرلمان الإفريقي. سيحضرها أعضاء الاتحاد الإفريقي بما فيهم المغرب والجزائر والصحراء الغربية وكل الدول الإفريقية. لكن الغريب في الأمر أنه جلسة البرلمان غدا سيترأسها نائب رئيس الاتحاد الإفريقي أو نائب رئيس اتحاد البرلمان الإفريقي. هذا النائب الرئيس من يكون؟ هو ممثل جبهة البوليزاريو، ممثل الصحراء الغربية في البرلمان الإفريقي. يعني رئيس البرلمان غدوة اللي يترأس البرلمان هو ممثل جمهورية الصحراء الغربية في البرلمان الإفريقي. السؤال المطروح: هل يستطيع ممثل النظام المغربي الجبان أن يحتج على ممثل الصحراء الغربية؟ وهل ينسحب من اجتماع البرلمان مثل ما انسحب من تونس؟ وهل يستدعي سفيره في جنوب إفريقيا مثل ما فعل مع تونس؟ وهل يقطع علاقته مع جنوب إفريقيا مثل ما فعل في تونس؟ الجواب بكل تأكيد لا، لأنه طحان وفرحان يتشطر على تونس لأنهم ساكن في أزمة ومشاكل، يحب يزيد يطعنهم. لكن جنوب إفريقيا ما يقدرش يحل فمه، ويضربوه بالكف الطحان. وننتظروا غدوة وش يكون، ننتظر غدا غدوة الجمعة نشوفوا وش كاين الجديد في القضية، لأنه هذه المعلومات هذه وصلت لك. ننتظروا. الخبر الثاني اللي رايح نستند عليه في الديباجة اللي راح نتكلم عليها على الدبلوماسية الجزائرية هو هذا الخبر. الخبر هذا اللي نشره موقع من المواقع المغربية اللي هو المغربية وان، يقول أنه يقوم وزير الخارجية المصري سامح شكري بزيارة رسمية إلى المغرب يوم الاثنين المقبل، وسط أنباء عن اعتزام الحكومة المصرية فتح قنصلية بمدينة العيون جنوب المملكة. وتأتي هذه الزيارة أياما بعد استقبال نظام الكابرانات الجزائر طبعا لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ودعمه في قضية سد النهضة. هذا ما يقوله إعلام أو جزء من إعلام النظام المغربي الجبان، أنه وزير الخارجية سامح شكري سيقوم بزيارة إلى المغرب يوم الاثنين القادم. أوكي، أين المشكلة؟ وزير الخارجية المصري يقوم بزيارة إلى المغرب عادية، زيارة عادية، وراه المشكلة. لكنه يقول لك ردا لا، يقول لك وممكن يفتحوا قنصلية مصر في العيون. هم راهم يقولوا ممكن، يعني حبوا يورطوا مصر، قالوا مصر دولة عريقة ما تهبطش لهذا المستوى أنها تفتح، مستحيل يديروا هذا، يعني هذا أمر مستبعد جدا. ولنفترض أنهم فتحوا قنصلية، لكل حديث حديث. كيف يفتحوا قنصلية؟ كيف يفتح السيسي قنصلية في مدينة العيون المحتلة وبعد نهضروا؟ إذن الجزئية الأولى أنه زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى المغرب خبر عادي وطبيعي وممتاز، عادي رئيس وزير الخارجية المصري يزور المغرب، أين المشكلة؟ الجزئية الثانية فتح قنصلية في العيون، هذا حلم وتمني مغربي لن يتحقق، حتى وإن تحقق لكل حادث حديث. خلوا الموضوع الثاني. الآن يحبوا يديروا فتنة ما بين الجزائر ومصر، يقول لك أنه الزيارة هذه جاءت بعد أو ردا على زيارة الوزير الأول أبي أحمد الوزير الأول الإثيوبي إلى الجزائر واستقباله من طرف الرئيس الجزائري وكذا وكذا وكذا. أين المشكلة؟ إثيوبيا مقر اتحاد الإفريقي. أولا، إثيوبيا دولة إفريقية قوية اقتصاديا، والآن أصبح عندها ثقل سياسي واقتصادي. إثيوبيا علاقتنا معها طيبة من عقود، قبل أزمة سد النهضة مع مصر، قبل علاقتنا طيبة مع إثيوبيا. والجزائر كانت من أولى الدول العربية
والإفريقية التي وقفت مع إثيوبيا خلال المجاعة والأزمة الاقتصادية الخانقة التي مست القرن الإفريقي. إثيوبيا والصومال وإريتريا. الجزائر كانت من أكبر وأهم الدول الداعمة للاقتصاد في منطقة القرن الإفريقي أيام الأزمة في التسعينات. قصة معروفة والتاريخ معروف، تقدروا تضربوا جوجل تعرفوا القصة. أوكي. الآن علاقة الجزائر مع إثيوبيا. إحنا أصلا علاقتنا مع إثيوبيا وتواصلنا مع إثيوبيا من أجل قضية سد النهضة. إذا ما تحبوش تلعبوا راي مع الجزائر. وهذا الكلام صرح عليه وزير الخارجية العمامرة في بداية الأزمة، قال الجزائر ستحاول لعب دور في حل الأزمة ما بين إثيوبيا ومصر في قضية سد النهضة. وما زال العرض قائم، وما زالت الخطوات الجزائرية قائمة، وما زال الموقف الجزائري قائم، والمساعي قائمة، وهي أن الجزائر تتقرب وتتشاور مع إثيوبيا لحل الأزمة مع مصر بعلم مصر. يعني مصر على بالهم، الأشقاء في مصر يعرفون جيدا أن الجزائر تسعى بكل جهد لحل المشكل القائم ما بين إثيوبيا ومصر بأقل الأضرار، لأنه قد تتحول الأمور إلى حرب ما بين إثيوبيا ومصر. الجزائر لا تريد حرب، تريد حل المشكل على طاولة حوار، والأمور ماشية في هذا الإطار. إذن علاقتنا مع إثيوبيا ليست على حساب مصر، بل بالعكس، علاقتنا مع إثيوبيا لمصلحة مصر ومن أجل مصر، ومصر تعرف ذلك جيدا. النقطة الثانية اللي لازم يفهموها المخازنية المغاربة الجبناء هو أنه إذا خيرت الجزائر ما بين الوقوف مع إثيوبيا أو الوقوف مع مصر، بكل تأكيد سنقف مع مصر. يعني ما جوش تلعبونا احنا راي قال بلي الجزائر هي احنا اللي معناتها كي يوصل الموسم العظم ولا قدر الله تصرى مشاكل، تصرى حرب ما بين إثيوبيا ومصر، معناتها احنا راح نوقفوا مع إثيوبيا ضد مصر. هذه ولا في الأحلام. الجزائر مع مصر، الجزائر مع مصر مهما كانت الظروف لاعتبارات تاريخية. نحن لا ننكر أن الأشقاء في مصر ساعدوا الثورة الجزائرية بالمال والسلاح والتكتيك وحتى الجانب البشري، مثل ما احنا ساعدناهم طبعا بعد الاستقلال، طبعا في حرب استنزاف معاهم والثلاثي وكذا أمور كثيرة. لكن مصر يعني لها فضل بعد الله سبحانه وتعالى، فضل كبير على الثورة الجزائرية. نعم، احنا ماناش من النوع اللي نعضوا اليد اللي تمدنا، وماناش من النوع اللي نخونوا. هذه من ناحية تاريخية. الجزائر مع مصر قلب ورب، قلبا وقالبا. من ناحية ثانية العروبة، الإسلام، يعني اللحم والدم، صلة الرحم بيناتنا. يعني احنا تخيلوا أن الجزائر تعطي ظهرها لمصر وتوقف مع إثيوبيا؟ مستحيل. نحن مع مصر عندما يتعلق الأمر بقضية الوقوف مع الأشقاء، لكن لحد الآن نسعى بكل ما نملك من دبلوماسية وحنكة وقوة و لتفادي أي حرب، أي مشاكل، أي صراع. لكن المغاربة اللي حبوا يلعبوا رايرة يقول لك راهم هما مع إثيوبيا إذا إحنا مع مصر. يا ضحى احنا انتم ما وقفتوش مع مصر كما وقفت الجزائر في مصر في الاعتداء على إسرائيل. بالعكس، انتم الملك المغربي تاعكم الله يرحمه باع المعلومات لإسرائيل باش ربحت الحرب ضد مصر. هاو نسيتوا ولا واش؟ نذكركم بالتاريخ تاعكم الأسود. في الوقت اللي كان الجيش الجزائري، الجيش البطل الجزائري يحارب في في الجبهة مع الجيش المصري لتحرير سيناء، الملك نتاعكم الخائن المقبور اللي مات الله يرحمه بينه وبين مولاه كان يبيع المعلومات ويسرب الخطط والأسرار للكيان الصهيوني. تجوا اليوم انتم يا طحا احنا تلعبوها باللي انتم تخافوا على مصلحة مصر أكثر من الجزائر. الله يذلكم. التاريخ لا يرحم. احنا نهضركم بالأدلة، نهضركم بالتاريخ بالأدلة. نحن مع مصر إلى آخر رمق من حياتنا، لكن نحاولوا ما نوصلوش للمشاكل ما بين مصر وإثيوبيا. لكن إذا استدعى الأمر طبعا نحن مع مصر ولسنا مع إثيوبيا. هذا هو الواقع اللي لازم يفهموه الإخوة المصاروة أو يفهموه الخونة المغاربة.
أوكي. الآن